عرفنا بحضرتك يا فندم. مشاهدة عزمي، طالبة في كلية تربية نوعية قسم موسيقى. يا ترى النهارده اتاخرت عن الكليه وانت في ظل اضراب المترو؟ لا والله، وانا حضرتك ساكنة قريبة من الكلية، بس اصحابي بيعانوا جدا من المترو، وانا كمان بعاني من المواصلات حتى لو مفيش اضراب. انا متوقعة النهارده الاضراب يعني جامد جدا، واصحابي بيشتكوا، تلات ارباع الكلية جوه ما جاتش عشان المترو. والمترو يعني تقريبا مصدر دخل قومي لمصر، و2 مليون جنيه تقريبا دخل لمصر، فكون ان هو ما يعني اضراب دي خسارة علينا، احنا اللي عايشين في البلد دي، واحنا اللي هنخسر كده منها. الاضراب حاليا في الوقت ده والمطالب الفئوية دي ما ينفعش ان احنا نطلبها في الوقت ده، يعني لازم نصبر شوية. تمام. وفي حاله استمرار الاضراب لاكثر من يومين او اكثر من 3 ايام، في حلول اخرى ممكن يتخذها المواطن المصري للذهاب مثلا لمدرسته، للشغل، للكليه؟ لا والله، طب ماشي، هو في كتير بس للناس اللي هي مقتدرة، في اللي عنده عربيات، في المواصلات طبعا كمان بيستغلوا كده. انما في مواطن بسيط ما يقدرش ياخد اي حاجة غير المترو، دي وسيلة المواصلات بتاعته. فلا، لازم نشوف حل للناس اللي هي مضربة دي، ما ينفعش انها تبقى كده مستمرة على طول. لازم يعني حد وزير المواصلات يشوف حلول اخرى، يبقى عامل حساب الناس اللي بتعمل مواصلات، اللي بتعمل اضرابات فئوية دي عشان مصالحها الخاصة. المفروض نفكر في مصلحة الوطن الاول، وبعدين المصلحة الشخصية تيجي بعدين. شكرا حضرتك.